السلام عليكم ورحمة الله صديقي العزيز، أهلا بك في قناة محمود علي تي في. النهاردة معادنا مع الفصل الثاني من كتاب العادات الذرية، واللي هنعرف فيه مع بعض إزاي العادات بتشكل هويتك وإزاي هويتك بتشكل عاداتك، وهنعرف كمان الفرق في تغيير العادات بداية من الهوية وصولا للنتائج، وتغيير العادات بداية من النتائج وصولا لتغيير الهوية، وأنهي طريقة منهم الأفضل. فيلا بينا. في البداية خلينا نسأل نفسنا سؤال، واللي هو ليه سهل علينا إننا نكرر عاداتنا السيئة وصعب علينا إننا نبدأ أو نكون عادات حسنة وجيدة؟ والإجابة هي إنه دائما بيكون من الصعب على النفس إنها تحافظ على استمرارية العادات الحسنة لأكثر من يوم، حتى رغم اجتهادك وتحفيزك لنفسك أو تحفيز اللي حواليك ليك. فمثلا عادة زي انك تروح الجيم او انك تدون يومياتك، فالعادات دي ممكن انها تكون معقولة لو مارستها لمدة يوم، يومين، اسبوع او حتى شهر، ولكن بعد فترة اللي في العادة ما بتكونش طويلة بتتحول لعبء ثقيل عليك. والكلام ده بينطبق على العادات السيئة لما تترسخ وتكون عادة من العادات اللي ترسخت عندك، وبالتالي بيكون من الصعب عليك انك تقلع عنها او حتى انك تغيرها. زي انك بتكون شخص مدخن شره، او عندك عادة التسويف وكل حاجة بتقول عليها خليها لبكرة، او انك بتسرف في مشاهدتك للتلفزيون او مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب وفيسبوك وانستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. وسواء كانت العادات اللي انت عايز تكونها حسنة او عادة سيئة وعايز تتخلص منها، خلينا اقول لك ان اللي بيوقفك عن التغيير هنا سببين. اولهم انك بتحاول تغيير الاشياء الخطأ مش الاشياء اللي المفروض تغيرها، والثاني انك بتحاول تغيير عاداتك بطريقة غلط. وفي الفصل ده هبدأ معاك شرح السبب الاول، واللي هو انك بتحاول تغيير الاشياء الخطأ مش الاشياء اللي مطلوب تغييرها. والكاتب هنا بيقول ان التغيير بيتم على 3 مستويات، اما على مستوى النتائج او على مستوى العمليات او على مستوى الهوية. ومعنى التغيير على مستوى النتائج ان التغيير بيكون معني بالمحصلات، زي انك عايز تخس او عندك رغبة في نشر كتاب او انك عايز تفوز ببطولة وغيرها من الاهداف اللي بتحطها لنفسك. وبالنسبة للتغيير اللي بيبقى على مستوى العمليات، فده بيكون معني بتغيير عاداتك وأنظمتك، وده الخطوات والقرارات اللي بتاخدها وانت في طريقك لتغيير أو تكوين عادة. والنظام ده كنت اتكلمت عنه في الفصل الأول، وقلت إن تغيير النظام هو اللي بيساعدك إنك تغير نتائجك ويوصلك لأهداف زي تنفيذك لنظام جديد في التدريب في الجيم أو ترتيب مكتبك عشان عملك يمشي بشكل أفضل. والنوع الثالث من التغيير هو تغيير هويتك، وده بيكون معني بتغيير معتقداتك، زي إنك تغير نظرتك للعالم أو نظرتك لصورتك الذاتية عن نفسك أو نظرتك بخصوص الأحكام اللي بتصدرها على الناس. وفي كل الأحوال تغييرك لعادة وتكوينك لعادة جديدة بيتم على 3 مستويات، واللي هي إما إنك تبدأ من النتائج مرورا بالعمليات اللي هتقوم بيها في طريقك للوصول للأهداف اللي أنت حاططها لنفسك اللي في النهاية هتوصلك لتغيير هويتك، أو إنك تبدأ من رغبتك في تغيير هويتك وبالتالي تقوم بإجراء تغيير على مستوى العمليات اللي في النهاية هتوصلك للنتائج اللي عايز توصل لها. وملخص الجزئية دي، النتائج هي الأهداف اللي بتكون عايز توصل لها لما تكون عايز تكون عادة حسنة أو تتخلص من عادة سيئة، والعمليات هي الخطوات اللي بتقوم بيها أو بتلزم نفسك بيها وانت في طريقك لاكتساب عادة جديدة أو التخلص من عادة سيئة. والهوية هي اقتناعك اللي بيخليك تبدأ تغير عادة سيئة وتكتسب عادة جديدة، أو اقتناعك اللي بتوصل له من بعد وصولك للنتيجة اللي كنت عايز تحققها. وعلى فكرة سواء كان تغييرك لعادة سيئة أو بنائك لعادة جيدة بدأ بأسلوب النتائج ثم العمليات ثم الوصول للهوية، أو كان تغييرك لعادة سيئة أو بنائك لعادة جديدة بادئ من الهوية ثم العمليات اللي هتقوم بيها عشان توصل في النهاية للنتائج اللي عايز توصل لها، فالطريقتين مفيدين ولكن مع فرق بسيط ما بينهم هوضحه لك في المثال اللي جاي. وفي المثال ده هوضح لك الفرق ما بين انك تبدأ في تغيير عاداتك او اكتسابك لعادات جديدة من تغيير هويتك ثم الخطوات اللي بتتبعها وانت في طريقك لتغيير هويتك وصولا للنتائج اللي عايز توصل لها، او انك تبدأ من النتائج اللي عايز توصل لها وبناء عليه تبدأ في اتباع الخطوات اللي في النهاية هتؤدي لتغيير هويتك اللي انت عايز توصل لها. لو افترضنا ان انا كمحمود شخص مدخن وعرضت على شخصين سيجاره، الشخص الاول فيهم رفض ياخد مني سيجاره وقال انه بيحاول يبطل تدخين، ورفض الشخص ده هنا يعتبر رد منطقي ومعقول، الا انه في مشكله عنده واللي هي انه لسه ما زال مؤمن بانه كان مدخن ولكنه بيحاول انه يبطل تدخين وعنده امل انه يقلع عن التدخين بشكل نهائي، ولكن المشكله هنا انه متمسك في داخله بانه كان مدخن حتى رغم رغبته في التوقف عن التدخين.
وانا كمدخن لما عرضت سيجاره على الشخص الثاني اللي هو كان مدخن واللي بيحاول انه كمان يبطل تدخين، رفض انه ياخذ السيجاره وقال انه ما بيدخنش وقفل الباب من اساسه في وشي، مش لسه هيقول زي الشخص الاولاني لا والله اصلا انا بحاول ابطل تدخين. والفرق هنا ما بين الشخص الاول اللي قال انه بيحاول يبطل تدخين والشخص الثاني اللي قال انه ما بيدخنش فرق جذري، لان الشخص الثاني خد خطوه كبيره وعمل تغيير جذري في هويته. هو كان مدخن ولكنه بيعتبر ان التدخين كان جزء من حياته السابقه مش جزء من حياته الحاليه، وهو مش شايف نفسه مدخن. وعشان نكون صراحة مع بعض، سواء بدأت بتغيير عاداتك أو اكتسابك لعادات جديدة بداية من النتائج وبعدها قمت بالخطوات اللي هتوصلك للهوية اللي عايز توصلها، أو إنك بدأت بتغيير هويتك وبعدها قمت بالخطوات اللي هتوصلك للنتائج اللي عايز توصلها، فالطريقتين كويسين. ولكن اغلب الناس اللي بيبداوا تغييرهم لعادات او اكتسابهم لعادات جديده من النتائج مرورا بالعمليات اللي هيقوموا بيها عشان يوصلوا لمرحله تغييرهم للهويه او تكوين هويه جديده، بيتجاهلوا عنصر مهم واللي هو معتقداتهم الكامنه خلف افعالهم، لانهم ما بيغيروش الطريقه اللي بيشوفوا نفسهم بيها وما بيدركوش ان هويتهم القديمه ممكن انها تخرب عليهم خططهم الجديده للتغيير وتكوين هويه جديده. وورا كل نظام من الافعال نظام من المعتقدات، والكلام هنا واحد سواء كنا بنتكلم عن الافراد او المؤسسات او حتى المجتمعات، بمعنى انه في مجموعه من المعتقدات والافتراضات بتشكل اي نظام، ودي بتكون بمثابه الهويه الكامنه خلف العادات. وعشان كده السلوك اللي هتمارسه لازم يكون متوافق مع ذاتك ومقتنع ومؤمن بيه، لان السلوك اللي هتمارسه لو مش متوافق مع ذاتك ومش مؤمن بيه مش هيتكتب له البقاء. فمثلا ممكن انك تكون حابب انك تكون شخص غني، ولكن لو كانت هويتك هوية شخص بينفق اكتر من اللي بيكسبه، فانت كده بنظام صرفك ده هتنجرف نحو انفاق المال بدل من ربحه. ومثال تاني ممكن انك تكون عايز تستمتع بصحة جيدة وعايز تبقى شخص رياضي، ولكن لو وصلت منح اولوياتك للراحة على حساب الانجاز والتدريب واتباع النظام الصحي، فانت هتميل للراحة بدل من منك للتدريب البدني وانك تروح النادي او الجيم عشان تحصل على جسم رياضي وصحة افضل. وفي الحالتين اللي ذكرتهم لك سواء كنت عايز فلوس او عايز صحه، هيكون من الصعب عليك انك تغير عاداتك طالما انك ما غيرتش معتقداتك الكامنه اللي وصلتك لسلوكياتك السابقه اللي بتحاول حاليا انك تغيرها، لان في الحاله دي انت عندك هدف عايز توصل له ومعك خطه جديده ولكن ما غيرتش اللي انت عليه، فبالتالي التغيير للافضل او التخلص من عاده سيئه مش هيحصل. وخلينا اقول لك ان الصوره القصوى للتحفيز الداخلي بتتحقق لما تكون العاده جزء من هويتك، وفكره انك تقول عايز احقق شيء معين مختلف تماما عن انك تقول انا من نوعيه الاشخاص اللي بتؤمن بالشيء ده، بمعنى انه كل ما كنت فخور بجانب معين من هويتك هيبقى عندك دافع كبير عشان تحافظ على العادات المرتبطه بالهويه دي. فمثلا لو كنت فخور بصحتك وشكل جسمك هتكون حريص على انك تاكل اكل صحي وتعمل الفحوصات الطبيه الدوريه اللازمه وتمارس الرياضه بشكل مستمر، لانه بمجرد ما يكون الفخر جزء من هويتك هتكافي عشان تحافظ على بقاء واستمرار الفخر ده عندك. لانه في البدايه ممكن انك تبدا هوايه عن طريق انك تحفز نفسك او ان حد يحفزك، وساعتها السبب الوحيد اللي هيخليك تتمسك بالهويه الجديده وتستمر انك تخليها جزء من هويتك. لان اي شخص ممكن يقنع نفسه بانه يروح الجيم او انه ياكل اكل صحي مره او مرتين ويمكن 10 مرات، ولكن لو ما غيرش المعتقدات الكامنه ورا سلوكه بالذهاب للجيم او تناول الاكل الصحي هيكون صعب عليه انه يلتزم بالتغييرات طويله الامد. وده لان التحسينات زي ما قلنا بتفضل مؤقته لحد ما تبقى جزء من هويتك، لانه في الغالب الهدف ما بيكونش انك مثلا عايز تقرا كتاب، ولكن الهدف بيكون انك عايز تبقى قارئ، او مش الهدف انك تكمل سباق الماراثون بقدر ما الهدف انك عايز تصبح عداء. وخلينا اقول لك ان سلوكياتك بتكون في العاده انعكاس لهويتك، وافعالك مؤشر لنوعيه الشخص اللي تؤمن بانك عليه سواء على المستوى الواعي او المستوى اللاواعي. والابحاث بينت ان الشخص بمجرد ما يؤمن بجانب معين من هويته بيتصرف بشكل متوافق مع ايمانه، زي الشخص اللي مخلي التدريب البدني جزء من هويته، فده مش محتاج انه يقنع نفسه بالتدريب وانه لازم يواظب على انه يروح الجيم، لانه بيتصرف على نحو بيتوافق مع الشخص اللي بيؤمن بانه عليه. وده زيه زي كل جوانب عملية تكوين العادات بيعتبر سلاح ذو حدين، لأنه لما الهوية تشتغل لصالحك هتكون كفيلة أنها تكون قوة عاتية لتحسنك الذاتي، ولما الهوية يكون تأثيرها عليك بالضد ممكن أنها تكون بمنزلة لعنة عظيمة.
بمعنى ان بمجرد انك تتبنى هوية معينة ساعتها من السهل ان ولائك للهوية دي يأثر على قدرتك على التغيير. ومثال على ده ناس كتير بيعيشوا حالة من الثبات الإدراكي لأنهم بيتبعوا بشكل أعمى المعايير المرتبطة بهويتهم اللي ممكن إنها تكون بتعمل ضدهم في الأساس، زي اعتقادك بأنك واحد ما بيعرفش يحدد اتجاهاته، بمعنى أدق ما بيعرفش منين بيودي على فين، أو إنك مش من الناس اللي بيجيدوا العمل في الصباح، أو إنك ما بتفتكرش أسماء الأشخاص، أو إنك دائما متأخر، أو إنك ما بتعرفش تتعامل مع التطور التكنولوجي وغيرها من الأفكار. والخلاصة انك لما تكرر قصة لنفسك لسنين ساعتها بيكون سهل عليك انك تغرق في القصة دي وتستقبلها كحقيقة واقعية، ومع الوقت هتبدأ تعارض اي فكر عكس اللي انت مقتنع بيه حتى لو كان اللي انت مقتنع بيه مش صح. وكل ما زاد عمق ارتباطك بالفكرة او بالفعل المكون لهويتك هيكون من الصعب انك تغيرها، والحالة دي معروفة باسم صراع الهوية. وعلى فكرة ممكن ان العادة اللي عايز تغيرها هي نفسها تكون عادة حسنة، ولكنك هتغيرها للأحسن، فهنا جزئية ان العادة القديمة حسنة والعادة اللي عايز تكونها حسنة ممكن انها تخليك تفشل في وضع هويتك الجديدة اللي انت عايز تكونها موضع التنفيذ. وخلي بالك في يوم من الايام طبيعي ان هتواجهك صعوبه في انك تلتزم بعاداتك، لانك يا اما مشغول او تعبان او عندك سبب من مئات الاسباب اللي قادره انها تخليك ما تلتزمش بعاداتك، وده طبعا بيكون عذر سنوي، ولكن السبب الرئيسي اللي هيعطلك عن التزامك بعاداتك هي صورتك الذاتيه عن نفسك. وعشان كده اوعى تربط نفسك بنسخه واحده من الهويه اللي عايز توصل لها، لان التقدم دايما بيكون عايز اعاده تعلم عشان تكون افضل نسخه من نفسك، وعشان كده لازم انك تواصل تنقيح معتقداتك وانك تحدث من هويتك وتوسعها. وهنا في سؤال مهم، واللي هو إذا كان معتقداتك ورؤيتك للعالم بتلعب دور مهم في سلوكك، السؤال هنا المعتقدات دي جت منين وإزاي تشكلت هويتك الأولى؟ في الحقيقة الهوية بتيجي من عاداتك، لأنك ما بتتولدش متعلم معتقدات، لأن كل معتقداتك بتكون مكتسبة من خلال خبراتك. بمعنى تاني عاداتك هي الكيفية اللي بتجسد بها هويتك، يعني لما ترتب سريرك كل يوم فانت كده بتجسد هوية الشخص المنظم، ولما تتدرب كل يوم فانت هنا بتجسد هوية الشخص الرياضي، وكل ما قررت سلوك بتزود من تعزيزك للهوية المرتبطة بالسلوك ده. وعلى فكرة هويتك الحقيقية اللي انت مصدقها لان عندك دليل على صحتها بتزيد كل ما زاد عدد الأدلة على صحتها عندك، وبالتالي بتزيد قوة إيمانك بيها، وبالتالي صعوبة تخليك عنها وبدايتك لعادة أو هوية جديدة. فمثلا لو كل يوم رحت للجيم حتى في أصعب الظروف ورغم كل مشغولياتك فانت كده عندك دليل على انك ملتزم بتحسين لياقتك البدنية. وعلى فكرة تانية برضو العادات مش بس هي الأفعال اللي بتأثر على هويتك، ولكن نقدر نقول انها بحكم التكرار بتكون أكتر الأفعال أهمية في إنها تأثر على هويتك، وبالتالي نقدر نقول إن كل خبرة بتكتسبها في الحياة بتأثر هي كمان على هويتك مع تكرارها للدرجة اللي تخلي هويتك تتغير. واي شخص في عمليه تطوره بيمر بعمليه تطور تدريجيه، لان الفرد ما بيتغيرش بلمسه من عصايه سحريه مره واحده او قرار واحد يحوله لشخص جديد، ولكن التغيير بيكون شيء فشيء، يوم ورا يوم، عاده ورا عاده. وعشان كده احنا بنمر بعمليه تطور مصغره للذات بشكل مستمر، وهنمثل عملية تطورك وتقدمك وانت في طريقك لاكتساب عادة او التخلص من عادة، وفي النهاية الوصول للهوية الجديدة اللي انت عايز توصلها بعملية تصويت زي اللي بتحصل في انتخابات على الشخص اللي انت عايز تكونه. وانت في طريقك كل فعل بتقوم بيه هو عبارة عن عملية تصويت على الشخص اللي انت عايز تكونه، ومش فعل واحد هو بس اللي هيغير معتقداتك، ولكن مع تراكم الأصوات هتتراكم الأدلة عندك على هويتك الجديدة. ودي واحدة من الأسباب اللي بتفسر إن التغيير مش محتاج تغيير جذري، لأن العادات البسيطة بإمكانها أنها تعمل فرق شاسع بتقديم أدلة جديدة على هوية جديدة. وبالتالي العادات هي طريقك لتغيير هويتك، وأكثر الطرق العملية لتغيير الشخص اللي أنت عليه هو تغيير ما تفعله. وبالتالي كل مرة هتكتب صفحة هتبقى كاتب، وكل مرة هتتدرب هتكون رياضي، وكل ما هتمارس عادة مش بس هتحقق لك نتائج، دي كمان هتمنحك ثقة في نفسك، لأنها هتخليك تصدق بأنك تقدر إنك تنجز الأشياء. ولما تتراكم الأصوات دي كلها وتبدأ الأدلة في التغيير، بتبدأ القصة اللي بتحكيها لنفسك إنها تتغير. ونفس الوضع ولكن بصورة عكسية، في كل مرة بتختار فيها انك تقوم بممارسة عادة سيئة فهي بتعتبر عملية تصويت على هويتك. وعلى فكرة مش مطلوب منك انك تبقى مثالي بانك تاخد كل الاصوات عشان يحصل تغيير، ولكن المطلوب منك فقط هو انك تاخد اغلب الاصوات ومش كل الاصوات.
وما فيش مانع انه يكون في بعض الاصوات لصالح سلوك سيء او عاده غير منتجه، لان هدفك ببساطه انك تفوز باغلبيه الاصوات فقط طول الوقت، مش بانك تفوز طول الوقت باكتساح بكل الاصوات. واي عمليه تغيير بتحتاج خطوتين، الاولى انك تحدد نوعيه الشخص اللي انت عايز تكونه، والثانيه انك تثبت ده لنفسك من خلال المكاسب البسيطه. وبالنسبه للخطوه الاولى واللي هي تحديد نوعيه الشخص اللي عايز تكونه، وطبعا الكلام هنا بينطبق على اي مستوى، سواء على مستوى الفرد او الفريق او المجتمع او حتى الدوله، لان اغلب الناس ما بيكونوش عارفين يبداوا منين في نفس الوقت اللي هم عارفين النتيجه اللي عايزين يوصلوا لها، زي الرغبه في الحصول على عضلات بطن مشدوده او مضاعفه رواتبهم. وهنا خلينا اقول لك ان افضل رد فعل عليك انك تاخد بيه هو انك تبدا من النتيجه اللي عايز توصل لها، وتسال نفسك مين الشخص اللي يقدر يحقق النتيجه دي. بمعنى انك لو عايز تخس ويكون جسمك رياضي ودي النتيجه اللي عايز توصل لها، السؤال هنا اللي لازم تساله لنفسك مين هو الشخص اللي يقدر يخس ويبني جسمه ويحسن من مظهره، والاجابه هي شخص رياضي. وعشان كده لازم تعمل اللي بيعمله الشخص الرياضي. وطبعا الشخص الرياضي ده بياكل اكل صحي وبيتمرن باستمرار، فانت كده قدامك النتيجه اللي عايز توصل لها وعرفت الطريقه اللي هتوصلك لهدفك، فيلا شد حيلك وابدا. ومثال تاني، مين هو الشخص اللي يقدر يألف كتاب؟ والإجابة على الأرجح إنه شخص ثابت على مبدأه. وهنا خلينا أقول لك إن النتيجة اللي أنت شايفها وعايز توصل لها هي تأليف كتاب. أظن دي هي النتيجة اللي هترجع منها عشان تطبق خطوات إنك تألف كتاب، عشان توصل لمرحلة إنك تكون مؤلف وتألف أول كتاب ليك. ومجرد ما تحدد نوعية الشخص اللي أنت عايز تكونه، عليك إنك تبدأ في اتخاذ خطوات بسيطة عشان تقدر تعزز هويتك الجديدة اللي عايز توصل لها وتكون عليها. والكاتب هنا ذكر مثال وقال انه عنده واحده من صديقاته قدرت انها تخس 100 رطل من وزنها عن طريق انها كانت بتسال نفسها سؤال واحد، واللي هو ايه اللي هيعمله الشخص صحيح الجسد في يومه. وطول اليوم كانت بتسال نفسها السؤال ده في اي شيء بتعمله، وخلت السؤال ده مرشد ليها على مدار اليوم. ومن نوعيه الاسئله اللي كانت بتسالها لنفسها، الشخص صحيح الجسد هل هيمشي على اقدامه في مشاويره القريبه ولا بياخد تاكسي؟ هل لو جاع بيطلب من المطعم ولا بياكل في البيت؟ ولو طلب من المطعم هل بيطلب فطاير وبيتزا وسندوتشات ولا بيطلب طبق سلطه؟ والكاتب هنا بيقول صديقته كانت شايفه انها لو تصرفت زي تصرفات الشخص صحيح الجسد بالتاكيد انها توصل في مرحله من المراحل لنفس مستواه، وقد كانت محقه لانها قدرت انها تخس 100 رطل من وزنها. ولحد هنا انتهت الحلقة، استنوني في الحلقة اللي جاية مع الفصل الثالث من كتاب العادات الذرية. وفي النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.